ليونيل أندريس ميسي كوتشيني لاعب منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان، سفير النوايا الحسنة عام 2011، العمر 35 سنة، 170 سنتي، 72 كيلو جرام. الأولاد 3: تياغو، ماتيو، تشيرو. واخر تقييم لثروته كان عام 2014 ب 130 مليون يورو، وبلغ دخله بس في عام 2015 74 مليون يورو. على المستوى الشخصي ليه اعمال خيريه كتير كلها مذكوره وكلها مكتوبه، وبرضه ليه اعمال منافيه الناس تداولتها في صور، كان بيدعم الظلمه وكان بيدعم العجل. 7 جوائز من الكره الذهبيه، 6 احذيه ذهبيه اوروبيه، 35 لقب مع برشلونه، 474 هدف في الدوري الاسباني، 36 هاتريك في الدوري الاسباني، 8 هاتريك في دوري ابطال اوروبا، واكتر لاعب مرر تمريرات حاسمة بعدد 192 تمريرة، سجل أكتر من 750 هدف سواء مع المنتخب أو مع الأندية. اللي بيحبوا ميسي شايفين إنه أحسن حد في العالم وأحسن لاعب على مستوى العالم وفي التاريخ كله، ولازم ياخد كأس العالم عشان يتوج به مسيرته، وكفاية عليه قوي كده لأنه مش هيلعب كأس العالم تاني. واللي بيحبوا رونالدو شايفين إن ميسي في حتة تانية خالص وما يستحقش كأس العالم، أو مش عايزينه يكسب كأس العالم بأي طريقة. وكذلك فرنسا التي هاجمت وما زالت تهاجم سيد البشرية، اللي قطعناها كتير للأسف، في ناس رجعت تشجعها دلوقتي عندا في ميسي. بس لما تيجي تسألنا على المستوى الشخصي هقولك إذا شجعت هشجع ميسي. عارف ليه؟ عشان الأفعال أو الأعمال اللي عملها ميسي دي حاجة تضره هو شخصيا، ما تضرنيش أنا، يعني ما ضرنيش بطريقة مباشرة، وان كانت مش هتضر هو كمان، بس انا ما اذانيش اذى نفسي مباشر. بس فرنسا اذتني في الماضي وفي الحاضر وهتضرني في المستقبل، وهم مصرين لما واجهناهم اصروا على مهاجمتهم ولسه بيهاجمونا لحد دلوقتي. بس برضو في النهاية انت عارف اقول لك حاجة، انا لا هشجع ميسي ولا هشجع فرنسا. عارف ليه؟ لان لا ميسي سامعني ولا فرنسا تعرف ان انا عايش اصلا. مثل مارادونا لقب غالي، هذه كورتك، هذه فرصتك، هذه لحظتك، هذا وقتك، هذا زمانك، هذه بطولتك.